بعد منه اجى باب الحاره. تعبت كثير لحتى اديت شخصيه فريال، لانه شخصيه فريال هي ما بكفي انه مكتوبه، بدك تعملها من دم ولحم. اول مره باخذ هي الشخصيه، انسانه متزنه، حكيمه، عقلانيه، حنونه جدا جدا. ست وفاء، الوشم هو أول عمل يجمعك مع خريج دفعتك الدكتور جمال قبيش، أكيد بوجه له تحية. وهلا كنتوا هيك كان في حوار غزلي، طريقة معاملة غزلية بين الزوجة وزوجها. ايه هلا لاقول لك ليش. مو لانه جمال يعني ابن دفعتي، بس عائلتنا عائله مقت يعني عندها مشكله، وكل الوقت انا قاعده وعم ببكي كل الوقت، فبدور على اي مشهد لحتى يكون في شيء يعني هيك ولو شوي، يعني حتى الناس ما تمل، ولو انه في بلوكات تانية وفي بيوت تانية وكل بيت في له معاناته الخاصة وله افراحه واتراحه، بس بيتنا عن جد في مقت. فمشان هيك بحاول يعني انه لو صح لي شوي انه امزح مع بنتي، طيب خاطر زوجي مثلا، يعني بحاول انه اعمل هذا الشيء، بنتبه عليه تماما. شخصيتك بالعمل لوين رايحة؟ الطيبة القوية ولا؟ اول مرة ايهم، انا اول مرة بالشامي، بالبيئة الشامية، أول مرة باخذ هي الشخصية، إنسانة متزنة، حكيمة، عقلانية، حنونة جدا جدا. ما بتشبه فريال بنوب أبدا، ولا إلها علاقة بأي شخصية عملتها بيئة شامية، أبدا أبدا أبدا. ست وفاء، بتاريخ حضرتك في كم من الأعمال بالبيئة الشامية، بس كل مرة عم نلاقي وفاء مصلي بكاركتر مختلف، بأسلوب مختلف بالشخصيات. قديش صعب عليكي دائما يكون عندك حاجز انك تطوري او تدوري على ادوات ما استعملتيها بشخصيات واعمال اخرى؟ طبعا، وقت اللي عملت ابو كامل، ابو كامل كان اول مسلسل بيئة أنا بعمله، وكنت خايفة جدا جدا جدا، والحمد لله نجحت فيه. بعد منه أيام شامية، أيام شامية كمان كان مختلف تماما أنا والضرة. بعد منه إجا باب الحارة. تعبت كتير لحتى أديت شخصية فريال، لأنه شخصية فريال هي ما بكفي إنه مكتوبة، بدك تعملها من دم ولحم تماما. يعني أنا مريت بآلية كتير كتير معقدة لحتى قدرت أقنع الآخرين وتماهت شخصيتي الحقيقية مع شخصية فريال. وكثير من الناس بيتمنوا هلا لما بيلتقوا معي يشوفوا فريال، ما يشوفوا وفاء مصلي، مع انه وفاء مصلي والله يعني احسن من فريال. انا بحب اشوف وفاء مصلي بصراحة. شكرا كثير يا ايمن، كلك ذوق. لانه بعيدة تمام البعد عن فريال. بعيدة صح. ايضا لنرجع للوشم، عم نشوفك مع الست لينا. ايه، مو بس ست لينا، انا والزميلة والصديقة والحبيبة لينا حواني، والاخت والصديقة والحبيبة أمانة والي. ما ناطر أنا الاسم الثالث ليكمل الشلة الثلاثة. طبعا، وبعتقد بهذا العمل يعني في أنا وزميلي الدكتور جمال قبيش وأمانة والي من نفس الدفعة، إذا ما في حدا رابع هلا بدي أتذكر، يمكن في 4 من نفس الدفعة. قديش بيفرق معك وقت يكونوا أمانة ولينا معك باللوكيشن أو بالعمل، إنه لا ما يكونوا ورا الكاميرا عم نحكي؟ لا لك، نحن صديقات خارج إطار العمل، فحتى شغلنا مع بعض كتير كتير قليل ونادرا ما نلتقى. وحتى هون يمكن أنا بلتقى مع لينا أكثر من أمانة. أمانة يمكن ملتقية مع شي 5 أو 6 مشاهد فقط، بس لما بنكون باللوكيشن لازم تشوفوا الكواليس. يعني بضوج اللوكيشن غير شكل.